السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما راكم تشوفوا معايا اخواتي هنا تكتبوا ام حسن، انا كتبتها الجزائرية باش نبين للناس اللي راهي ما حبتش تفهم هذا الموضوع انه الصراع هذا جزائري مغربي. على واش؟ باش يلصقوا التهمة انه ام حسن هذه جزائرية. يا اخي معليش، انا ام حسن راكم تقولوا جزائرية ورديت عليكم بالادلة باللي من فاس وغولة فاس، صح؟ درك نزيد نرد عليكم بالادلة. شوف معايا المهم بسرعة، تشوفوا لي هنايا صفحات المرار كيف تخيرون حابين يلصقوها في الجزائريين ذراع، مش مشكلة، انت حاب تلصقها وانا نرد عليك بالثقيل، صح؟ السؤال مطروح لهنايا، قبل ما تشوفوا فاطمة مزموز اللي هي حفيدة أم حسن هذا في اليونسكو كيف فضحتكم، إذا كانت أم حسن هذه السفاحة أو القاتلة المتسلسلة هي جزائرية، طبعا أنه دم الجزائري راح يكون فيهم 10-20 قاتل متسلسل جزائري، لأن أم حسن هذه مدام خرجت من الجزائر راح تكون القاتلين المتسلسلين كلهم من الجزائر، صح؟ راك معايا في هذا الطرح المروكي، راك معايا في هذا الطرح الجزائري. هاي بكل احترامه نروحوا نديروا مجموعة قاتلين متسلسلين في العالم ونشوفوا الدول اللي تطلع، اسكو تطلع الجزائر، المغرب، اسكو في زوج مكانش، اسكو ام حسن هذه جزائرية ماشي جزائرية. يلا نتابعوا الفيديو الاخير، ما تخلوهمش يطيروا هذا الفيديو خاوتي اللي راكم في قناة اليوتيوب قناة ابن الدولة الجزائرية، ما تخلوهمش يطيروا هذا الفيديو، كامل لايك وكامل اشتراك، ويلا نفجروا هذه القضية ونجبدوا لكم ام حسونات واب حسونات، راك فاهم؟ مع العلم انه اسم حسن معروف في المروك وجدودكم كامل يسموهم الحسن، الحسن الخامس، الحسن الثاني، الحسن الثالث، الحسن 14، الحسن 26، ادخل التاريخ تلقى المروك كاع الحسن، تدخل الجزائر ما تلقاش واحد حسن، اوكي؟ يعني تسمية مغربية. هاي نكملوا الفيديو. كما راكم تشوفوا معايا في هذا الجزء الثاني قائمة القتلة المتسلسلين بحسب اعداد ضحايا، يعني كلاسوهم بحسب اعداد ضحايا. اروح نكلاسيك مروكي مع من؟ اسكو تكلاسي مع الجزائري ولا مكلاسي وحدك؟ تابع معايا. ندخلوا هنايا القتلة المتسلسلون الذين لديهم اكبر عدد معروف من الضحايا. ايه مش مشكلة، تجي لهنا كولومبيا، باكستان، روسيا، البرازيل، الهند، الصين، اتحاد الصين، الهند، البرازيل، الاتحاد السوفيتي، منا من بعد تخرج لنا المغرب. المغرب كاين واحد يسموه الحاج محمد مسفيوي من المغرب اللي هو اب حسن، زايد في عام 1906 او مات في عام 1906. سنوات النشاط، يقول لك سنوات النشاط عام 1906 الى تاريخ غير مسمى. وش عدد ضحاياه؟ الضحايا المؤكدون، عدد الضحايا المؤكدون 36 ضحية، صح؟ وعدد الضحايا المحتملون 36 زائد 36، يعني العدد 36 راه قليل، يعني راهم دايرين لك لهنا زائد، فهمتني؟ هذا من المغرب، اوكي؟ مازال مروكي ما تخرجش، مازال راح نفجعك فاجعة كبيرة باش نتأكدوا أنه أم حسن من سلالة حسن العائلة العلوية نتاعكم المجرمة أو من سلالة الجزائريين الشرفاء. وأنا لا أظن ندخل التاريخ واكتب في قتلة متسلسلون في الجزائر ما يخرج لكش حتى واحد، وأتحداك. هنايا كما شفتوا خاوتي هذا يعني القاتل من المغرب، الحاج محمد مسفيوي. نروحوا نبحثوا عليه شويه وشكون هو الحاج محمد مسفيوي، بالك يكون جزائري الاصل ثاني. هاو هنا امامكم خاوتي الحاج محمد مسفيوي توفي في 13 يونيو 1906، هو قاتل متسلسل مغربي مسؤول عن مقتل 36 امرأة على الأقل بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وبعد اعتقاله وتعريضه لشتى أنواع التعذيب اعترف بالمنسوب إليه وبقتله 36 فتاة. هنايا وش يقول الكارثة؟ راك عارف وين؟ أنه كاين واحد القاتل فاتح جزار يوكل فيهم اللحم تاع بني آدم، ماك فاهم؟ بني آدم في المملكة المغربية كانوا ياكلوا في اللحم البشر. هذا كان يخدم قهواجي، ولقاو 16 جثة بحديقة بيته المجاور للدكان. أمام غضب المراكشيين سيتم الحكم عليه بحكم عرفي يقضي بقتله صلبا، ما ستتصدى له التمثيلية الدبلوماسية بالمروك حينها. كما طلقوا أم حسن، يخي طلقوها قداش من خطرة، قبضوا عليها الإعدام وطلقوها، دليل أنها مقربة من العائلة الحاكمة المغربية، فهمتوا؟ هذا ثاني بعد في الأخير عدموه ليسونسيال. روح نزيد نديكم ناس اخرين. كاين واحد كان يبيع في اللحم بشر، فاتح جزار ويبيع بنيه دم شيخ. زيد هنايا كيما راك تشوف معايا خويا
واختي اشرس 10 قتلة متسلسلين عرب. اوكي تبع معي بالمختصر المفيد خاوتي: محمد ادم عمر سفاح صنعاء، الثاني شقيقان جورج وميشيل من لبنان، الثالث جزار تارودانت. لا يحتاج عبد العالي الحاضي الى مقدمات، فبجانب لقبه جزار تارودانت الذي يدل على المدينة التي سكنها في المغرب، هو جزار في لحوم البشر، يعني كان يوكل فيهم لحم البشر، حيث قام هذه ما نقدرش نهضرها خاوتي 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 سنة. هذا السيد عبد العالي مولود في سنة 1962 وحكموا عليه بالإعدام سنة 2022، مات في السجن. على كل حال بالمختصر المفيد هذا في 2004 اكتشفوا 8 جماجم وبقايا عظام، يعني تابعة للحكاية اللي دارها عبد العالي، يعني فيها جرائم بزاف راكم فاهمين. قالك في 2004 عثر السكان المحليون على الوفاة البشرية منتشرة في جميع أنحاء وادي تارودانت، اتصلوا على الفور بالشرطة. السيد يقول لهم عنده حتى الضحية التاسعة، يعني بالمختصر المفيد هذا السيد عنده ضحايا بزاف، وكان يبيع في لحوم البشر ياكلوا فيها المراركة، راك فاهم صح. نزيدكم من الشعر بيتا باش تسكتوا المراركة المرة الجاية مش تطاولوا على التاريخ لأنه تاريخكم أسود. وهنايا محمد المسفيوي حاج بأعمال الشيطان يقول لك: وتكون وحشية إن اقترب بغضب العامة من الناس وجهل ذوي السلطة. قصة الحاج محمد المسفيوي رغم ضلوعه في قتل 36 فتاة وامرأة شابة في مراكش القرن الماضي، فإن عقابه يماثل جرمه في وحشيته. هذا بالمختصر، ما نطولوش معكم مراكا لأنكم ما تسواوش 40 دور واني قلتها لكم. وهنايا نجيب لكم قاتل متسلسل آخر. يقول لك لهنايا: نادرا ما تصادف مواطنا مغربيا لم يسمع مثلا عن هذا المجرم الحاضي الذي اغتصب وقتل 11 طفلا في جنوب المغرب. كذلك المغاربة يتذكرون جيدا الحاج ثابت، وكان رجل أمن برتبة عميد في التسعينات القرن الماضي، وكان اسمه أشهر من نار على علم بين الناس، حتى إنه أضحى مرادفا لمفهوم السلطة الفاسدة أو رجل السلطة الذي يمزج بين موقعه ونفوذه وبين ابتزاز ضحاياه. شفتوا كيفاه؟ قصة الحاج ثابت أوائل التسعينيات، يعني في أوائل التسعينيات بدأ. قالك نحو 8 سنوات يختطف النساء ويغتصبوهن ويعمد إلى تصويرهن بالصوت والصورة داخل شقة خاصة في مدينة دار البيضاء، أو ماشي في الجزائر المروح. قلت لك التاريخ كم منتن أخوتي. هذا الحاج ثابت قالك الاختطاف والاعتداء على 1600 امرأة وفتاة وتصوير أكثر من 118 فيديو سرا، فضلا عن متابعة ضباط أمن كبار كانوا يستترون على أفعاله. يا جدكم وش عندكم مجرمين، وش عندكم ما يخلصوش. والمجرم الآخر عرف شهرة كبيرة في المغرب، لقبه الناس بنينجا الدار البيضاء، لكنه يعني كان في النهار يبلم إنسان طيب وفي الليل يصفي تصفية تامة. وكذلك أبو صمة الذي ارتكب 18 جريمة قتل بواسطة حجر صمة، وهو نوع من الحجارة الصلبة التي كان يضرب بها ضحاياه من الخلف. فهمتوا خوتي؟ المراركة قلنا لكم ما تحشموش. بعد ما شرحنا لكم ووريناكم عدد القتلة المتسلسلين، تخرج لنا حفيدة حسن لتؤكد أنها جزائرية أو مغربية. اسمع معايا مروكي هايشة، اسمع معايا مليح. La photographie présentée ici est une carte postale de 1928. Il s'agit du quartier de Bousbir en construction, ce qu'on appelle le quartier réservé de Casablanca. هذه حفيدة حسن يسموها فاطمة مزموز، كما راكم تشوفوا في الاسم تاعها طالع. اكتبوا عليها تخرج لكم حفيدة حسن وتحكي لكم بالتاريخ والصاري في حي بوسبير. تبع معايا الترجمة واش قالت. هنايا تقول الصورة المعروضة هنا هي بطاقة بريدية من عام 1928. هذا هو حي بوسبير قيد الإنشاء. قالت لكم ما يسمى المنطقة المحظورة بالدار البيضاء، واسمها يطلق النار على الدب. قالك وهذا هو قالت لهم هذا الحي هذا يشوه المروك يعني بالخاص. نزيدو نكملوا واش راه تقول. En construction, ce qu'on appelle le quartier réservé de Casablanca. Son nom de Bousbir est la déformation marocaine de Prosper Férieux, Prosper qui est devenu Bousbir, qui était un spéculateur immobilier, le terrain sur lequel on a construit ce nouveau quartier. Prosper qui est devenu Bousbir, qui était قالت لك اسمها ينطق على الدب وتشوه الازدهار المغربي الذي أصبح بوسبير
المضارب العقاري على الارض. يعني المنطقه السكنيه دي ولات بزاف يعني دوموند عليها، راك فاهم. الدعدعات قال لك راهم يجوا من كل بلاصه هذه المنطقه تاع بوزبير باش يخدموا على روحهم يدخلوا الصرف، راك فاهم. ومع حسن والجماعه كامله، راك شايفني. sur lequel on a construit ce nouveau quartier. Donc à partir de 1920, ce quartier appelé aussi la nouvelle ville indigène est situé dans le quartier du Houbous à Casablanca. Et ce quartier avait la particularité d'être assigné à l'armée française, réservé à la prostitution et à l'exploitation de jeunes marocaines qui entrent jeunes en tout cas, mais qui finissent. عاود اسمع معايا هذه التالية، عاود اسمع معايا التالية هذه، اسمعها. D'être assigné à l'armée française, réservé à la prostitution et à l'exploitation de jeunes marocaines qui entrent jeunes en tout cas, mais qui finissent. هنا بالمختصر قالت لكم بنينا هذا الحي الجديد عام 1920. هذه منطقة تسمى أيضا المدينة الجديدة، أصلي يقع في منطقة الحبوس في الدار البيضاء، وهذه المنطقة لديها خصوصية تعيينه للجيش الفرنسي، وتقول لك محفوظة للدعارة واستغلال الشابات المروكيات الذي يدخل صغيرا على أي حال. المهم بالمختصر هي قالت لك هذا حي بوزبير اللي هي في منطقة حسن بالأخص، يعني منطقة يسموها الحبوس. قالت لك كانت تجارة للجيش الفرنسي بالمروكيات، اكسبور تستورد واستيراد، يعني استيراد وتصدير، يصدروا لكم من ساكن. هاي حلوها معنا دروك مع هذا الفكرون اللي جبتوه لنا، هذا اللي خرج ينطق في الجزائريين. لاقي على روحك المروكي، اندب في التعليقات، اندب قذف المحصنات، هذه راها جداتها حسن. هكذا هيا نتلاقاو في فيديو جديد، ما تنساوش لايك واشتراك القناة وفعلونا الجرس. بارك الله فيكم جميعا، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.